السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أحلى أخوات في الدنيا وأحلى متابعين. نورتوني وشرفتوني في حلقة جديدة وأوردر جديد من قناة شيف السعادة. زي ما احنا شايفين أنا معايا النهاردة أوردر تورتة مقاس 24 لطفل حافظ جزء من القرآن الكريم. هو عنده 5 سنين، فطبعا انا فكرت ان انا اعمل له حاجه مبهجه بالنسبه لسنه، وفي نفس الوقت حاجه تحفزه كده وتشجعه على الحفظ وان هو يعني يكمل. فيلا بقى نشوف الخطوات للتورته. انا معايا النهارده الكيك الاسفنجي بتاعي. انا اشتغلت بكذا وصفه كيك اسفنجي على القناه خلاص، وانا هسيب لكم اللينك بتاع وصفه الكيك الاسفنجي اللي هي بالاربع بيضات. بجد يا جماعه وصفه تحفه وجميله، وانا جربت وصفات كتير قوي بصراحه. ده احسن طعم انا عجبني في الكيك، لان الكيك مش موضوع كيك اسفنجي وخلاص وتفرحوا ان هو عالي وهاشش معاكم. لا، اهم حاجه في الكيك طعمه، قبل يعني تاكلي تحسي ان مفيش طعم دقيق ونشا. دي اهم حاجه في الكيك وانتي بتاكليه خلاص. فما تفرحيش ابدا اللي الكيك عالي معاكي قوي 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 وفي الاخر طعمه مش كويس، لان مش شرط خالص في الكيك الاسفنجي العلو ابدا خلاص. فانا بقى هنعمل الكيك الاسفنجي اللي انا عملته معاكم قبل كده. 4 بيضات ونص كوبايه ميه ساقعه ونص كوبايه سكر ومعلقه كبيره محسن جل وبودر، يعني كل المقادير. طبعا انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الكيك الاسفنجي في اسفل الفيديو. وطبعا في حاجات مهمه قوي في الكيك الاسفنجي واحنا بنعمله يا جماعه. اولا العجان ده مش شرط خالص يكون موجود، هو اي نعم بيساعد قوي في الكيك انه يطلع ناجح، بس هو مش شرط اساسي ابدا. انت ممكن تطلعيه انجح مني في مضرب كهربي عادي خالص، بس انا جبته عشان انا عندي شغل كتير وهو بيسعفني في الوقت شويه. فاهم حاجه ان جميع المقادير بتاعتي يكون في التلاجة. يعني بالنسبه للميه، البيض، المحسن، دي حاجات كلها انا بحطها في التلاجة قبل الشغل. المحسن معايا عامل زي الخميره بالظبط. الخميره بينشطها الميه الدافيه، لو حطيتي عليها ميه سخنه او ميه ساقعه الخميره هتموت. نفس الحكايه المحسن ما بينجحش وما بيتفاعلش لما تحطي له ميه من الحنفيه خالص، النتيجه هتتغير تغيير جذري. هو بيتفاعل مع الميه الساقعه، هو مكوناته كده ان هو بيتفاعل مع الميه الساقعه بتاعتي. وبرضو انا ان شاء الله الناس الكتير اللي طلبت مني كيك اسفنجي يكون بدون محسن انا هعمله معاكم ان شاء الله، ووصفه جميله جدا. زي ما احنا شايفين ده القوام اللي انا عايزاه للكيك بتاعي. تعرفي ازاي ان هو مظبوط معاكي؟ الاسبونج هتلاقيه بيلمع معاكي وتقيل زي ما انت شايفه، وفيه لمعه موجوده مش مطفي. ابدا بقى معايا الصينيه مقاس 24، انا فرشاها ورقه زبده وبلزقها في الصينيه ببعض كده من الخليط بتاع الكيك ده، بلزقها في الصينيه بيه. يعني الموضوع سهل خالص. معايا فرن انا مسخناه على درجه حراره 200، مش 180، 200. بيخش 10 دقايق. بعد ال10 دقايق وهو من غير ما افتح الفرن ببدا انزل درجه الحراره ل 180. بيقعد معايا في الفرن بقى 45 دقيقه، 50 دقيقة لحد ما يطلع معايا. شايفين بقى الكيك ده اللهم بارك طلع معايا يا جماعة بسم الله ما شاء الله، هاشش لدرجة انت مش متخيلاه. طبعا انا سبته خالص، عملته بالليل وسبته في التلاجة. تاني يوم بقى بدأت ان انا اشيله. زي ما احنا شايفين، شايفة الطراوة والجمال. وخطوة مهمة عشان يطلع معاك الكيك بالطراوة دي، حطي في الفرن من تحت صينية فيها مية. جربي بس مع الكيك تحطي صينية فيها مية، ده بيحافظ ان الكيك بتاعك يطلع كله لون واحد ومنظم معاكي والجناب زي ما انت شايفاها مظبوطة والقعر مظبوط. فقبل ما تحطي الكيك الاسفنجي اول ما تسخني الفرن حطي صينية فيها مية في قاع الفرن من تحت، وسيبي بقى. ده احسن من مليون مروحة. خلاص شايفين الكيك؟ شايفين منتظم ازاي؟ الخرم الكبير اللي في النص ده مكان العصايه اللي انا عملت بيها تيست الكيك، لكن هو ما فيهوش. شايفه هو عامله كده خرمين في النص منه، لكن هو كله سكوب رفيعه. شايفه هش جدا جدا جدا. انا كنت ظابطه المنشار بتاعي على درجه 8. اللي بيسالوني دايما المنشار انت ظابطاه على درجه كام؟ خلاص. وقطعته 3 ديسكات معايا، الديسك محترم يعني، الديسك يعني تخين ما شاء الله. معايا بعد كده الكريم شانتيه بتاعي. انا بستخدم كريم شانتيه ريتشي، هو بصراحة افضل انواع الكريم شانتيه اللي انا استخدمته واللي انا بحب استخدمه، وبيرمي معاكي كمية فبيوفر لك. هو غالي بس بيوفر معاكي في الكمية اللي بيطلعها.
انا حطيت كوباية مليانة كريم شانتيه، وحطيت نص كوباية سكر، وهحط كوباية ونص مية متلجة. يعني انا حاطة الازازة في التلاجة لحد ما عملت قطعة تلج. بدأت ان انا احط على كل كوباية كوباية ونص مية متلجة، ومعلقة كبيرة مليانة لبن بودرة، ومعلقة صغيرة باستري كريم. خلاص ده بقى التست عالي قوي بقى. وبدأت بقى اشغل عليه المضرب، وسبته لما يتضرب معايا ويتكثف معايا، وهتشوفوا قوامه دلوقتي. بدأت اجيب القاعدة الدوارة بتاعتي، وجبت معايا قاعدة الكيك، وحطيت اول طبقة. وبدأت بقى اللي انا اسقيها الخليط بتاع السقية بتاعتي، اللي هو كوباية سكر بحطها على النار مع كوبايتين مية. اول ما يغلوا بحط عليهم نص ليمونة او عصرة ليمونة صغيرة، واطفي النار واحط عليه معلقة لبن بودرة كبيرة، وابدأ اقلب تقليبة كويسة، وابدأ اسقي بيها الكيك. خلاص انا بقى حطيت الكريم شانتيه بتاعي، وبدأت بقى ايه الحشوات دي بقى اختياري، انتي بتحبي ايه ومش بتحبي ايه، او العميل اللي طالب منك التورته طالب منك ايه. فهي بصراحه عطتني حريه الاختيار، وقالت لي اعمليها على ذوقك. فانا عملت اول طبقه فراوله. انا بحبها قوي في الكيك، بتدي طعم حلو قوي، وبالذات ان الفراوله الايام دي طعمها مسكر وحلو، فبتعادل كده الطعم بتاع الكيك، وبتضيع الحلاوه الجامده قوي بتاعتها. خلاص وبدأت بعد كده بقى، بس اهم حاجة ما تحطي قطع الفواكه لازم تحطي عليها طبقة بسيطة من الكريم شانتيه، عشان طبقة الكيك ما تتزحلقش. لو انت حطيتيها مباشر على الفراولة ممكن معرض ان هي تتزحلق طبقة الكيك اللي فوقيها، لكن الكريم شانتيه بيعمل لهم تماسك في بعض. وبدأت حطيت الطبقة التانية، وحطيت برضو العسل بتاعي سقيته بيها، وحطيت الكريم شانتيه، ومعايا بقى الطبقة التانية حطيت عليها عين جمل زي ما احنا شايفين. قطع عين جمل انا جرشتها كده، وبدات احطها. ومعانا الجناش الاقتصادي اللي موجود عندي على القناه، شايفين الجمال بتاعه، لمعه فظيعه فظيعه. ولا تقولي لي بقى مروار ولا جناش شاريه جاهز، حاجه كده ببلاش الا ربع. وبدات احط بقى الطبقه الاخيره من الكيك بتاعي زي ما احنا شايفين. وبرده نفس الحكايه السقيه، اوعي تنسيه، ده بقى بيخلي الكيك معاكي طراوه رهيبه. هو مش محتاج بصراحه، بس برده هو بيزود. وما تقفوريش قوي في طبقه الكريم شانتيه اللي انت بتحطيها. خلاص خلي الطبقه مناسبه قوي ما بين الطبقات. بدات بقى على الوش، انا بدي دلوقتي كفر خارجي للناس اللي بتقول فيه فتافيت بتطلع. شوف انا مش برجع ابدا السكريبر ابدا في الكريم شانتيه. انا باخد بقى طبقه بسيطه خالص خالص كده على التورتايه، بجلسها وبغطي اي مكان موجود فيها، عشان ابدا ادخلها الفريزر بتاعي نص ساعه تتجمد. انا كده اتاكدت ان هي مش هتطلع فتافيت ابدا في الكريم شانتيه. بدأت بقى ان انا العب في موضوع الكريم شانتيه والالوان بتاعتي. بشوف الطفل اللي انا اعمل له التورتيه ده سنه ايه. ما انا مش هعمل لون اصفر لحد كبير في السن، لا الاطفال بنلعب لهم في الالوان شويه بقى. هو طفل 5 سنين، فانا عايزه العب له بقى في الالوان بتاعته، ان هي حاجه تجذب العين ليه كده. بالنسبه للاطفال بيحبوا الالوان دي قوي، والوان مبهجه قوي بالنسبه لهم. وطبعا نقيت اللون الاصفر ان هو ولد، وبرده اللون اللبني صبياني، بس انا حسيت ان هو بيبيهات شويه، لكن اللون الاصفر دايما الصبيان بيحبوه قوي قوي. بدأت بقى خلاص التورته عدى عليها نص ساعه. انا النهارده بعمل لك بابسط الادوات. يعني انت ممكن الخطوه دي تعمليها بكيس حلواني، وتبداي تحطي الكريم شانتيه فيه وتفرديه على التورتيه، بيبقى اسهل. بس النهارده انا قلت بقى اوريكي ممكن بمعلقه سيليكون تفردي الكريم شانتيه على التورتيه. ومعايا السكريبر المعدن بتاعي، ببدأ بقى ان انا اخد الكريم شانتيه في اي مكان ما جاش عليه كريم شانتيه، والقاعده الدواره طبعا مساعداني. وبدأت ان انا افرد بقى ايه، اجلس التورتيه بتاعتي زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه من الجناب كده بسويها. وببدأ من فوق ابدأ اخد اي زيادات جت فيها ببدأ اخدها. شايفه انا ما بحس ان الجناب في حاجه ببدأ اخد من السكريبر واحط على المكان اللي حاسه ان هو خفيف شويه او فاضي شويه، والزياده تشيليها، اي زياده تشيليها زي ما احنا شايفين. الموضوع ما بياخدش وقت كبير على فكره، هو عايز ايدك بس تاخد على الشغل. يعني انا كمان بعملها اسرع من كده، بس انا ببطئ الفيديو معاكم عشان برضو اوريكي التجليس. الناس اللي بتقولي دايما احنا مش بنعرف نفنش التورتايه. خلاص واحدة واحدة كده الزيادات بتشيليها، وعينك بتشوفي لو في مكان عالي بتبدأي تقلليه شوية، في مكان واطي بتبدأي تزودي له كريم شانتيه شوية. خلي عينك ميزان، يعني خلي عينك ميزان على التورتايه، ان انت تشوفي العالي والواطي بتاعها وتظبطيها كلها تكون ليفل واحد معاكي.
شايفين انا كده ايه راضية عنها بنسبة يعني 70%. ابدأ بقى بعد كده الخطوة اللي بعد كده، ابدأ اجيب مية تكون سخنة قوي موجودة جنبيها في طبق، في اي حاجة، كوز، اي حاجة موجودة جنبيكي، بتبدأي تحطي فيها مية سخنة قوي. وبعد كده بتبدأي تجيبي السكريبر معاكي، وبتبدأي بقى شوفي تساوي بقى الوش بيبقى زي المراية. ومعايا بقى السكريبر مشرشر، ببدأ ان انا الف في جنب التورتايه معايا بيه شايفه ان السكريبر بتاعي، شايفه بساوي الوش، بخليه بقى زي المرايه. بقى الميه السخنه بتاخدي من الميه السخنه، واهم حاجه تنفضيها كويس جدا من الميه، وتبدأي بقى تحطيه. وانت بتلفي بالسكريبر لقيتي مكان معاكي مش مظبوط، ابدأي سويه لحد ما تتساوى معاكي التورتايه، تبقى زي المسطره. خلاص الى حد ما انا راضيه عنها اهو. خلاص ببدأ بقى خلاص البوردة بتاعتي ببدأ ان انا انضفها كويس قوي، القاعدة الذهبي بتاعت التورتة. ببدأ ان انا بالمنديل كده ببدأ امسحها وانضفها. شايفين التورتاية معايا؟ اللهم بارك، تحفة. جبت بقى اللون الاصفر اللي انا حطيت عليه نقطة بسيطة خالص احمر، نقطة لا تذكر، عشان اوصل للدرجة الاغمق من الاصفر اللي هو الاورنج الفاتح. انا عايزه بقى انطق، من لو حطيت اصفر هتحس انها مقيحه، ولو حطيت لون تاني برضو مش حابه. انا حابه هي درجات الاصفر في بعضها كده، حباها هاديه في نفسها. خلاص بدات ان انا اعمل كده وردات بالشكل اللي انت تحبيه، وباي تيب عندك تقدري تعملي الشكل اللي انت بترتاحي له، سواء صغير سواء كبير. خلاص ده ذوق يرجع لك طبعا. انا عامله النهارده التورتايه بالطبر، لان منقيه طبعا حاجات لحفظ القران الكريم. بدأت بقى ان انا اجيب الاشكال بتاعتي، وبدأت ان انا انظمها على التورتايه بالشكل اللي عينك يرتاح له. شايفه بدأت ان انا انظمه كده. انا حسيت ان البيت بعيد شويه فجبته، ومكانه اللي انا كنت عاملاه عادي يتسوى في ثانيه، ما بانش خالص ولا في اي حاجه. وبدأت بقى ان انا عايزه اعمل طريق كده اخضر، بس هو يعني درجة الأخضر بتاعي مش غامق قوي. أنا كنت جايبة قبل كده لون كان بيبقى أخضر. هو اللون ده مهما بحط بزود فيه برضه هو لونه أخضر فاتح، مش الأخضر الغامق اللي أنا راضية عنه يعني. شايفة بقى الجمال؟ حطيت له بقى المصحف. يعني أظن بقى الولد هيفرح. يعني قولي لي بقى فرحة بعد كده إيه لما مامته تعمله مفاجأة بتورتاية زي دي، قمر زي دي، وتقول له مبروك عليك حفظ القرآن الكريم. فأكيد الولد هيتشجع بقى يحفظ قرآن، وما شاء الله عليه يختمه بإذن الله ويبارك لها فيه يا رب. أبدأ بقى أحط اللون الأخضر بتاعي زي ما أنا قلت لكم، هو بيبقى فاتح يعني، هو بتلاقي فيه ألوان أنواع. يعني أنا بجيب دوبيرة بصراحة بيدي الدرجة اللي أنا عايزاها جميل بصراحة. لكن بصراحة دي يعني ما كانش أحسن حاجة ألوان أنا جبتها، بس أنا بخلصها وخلاص. مهما بزود بقى بتلاقي اللون معاكي زي ما أنت شايفة برضو. مهما بزود أنا بزود أخضر برضو، هي أخضر فاتح مش غامق. ببدأ بقى بجيب تيب بتاعي صغير كده، وبعمل بقى زرع اكنه زرع اخضر كده صغير، اكن ده طريق يعني طريق للمسجد او الجامع بتاعي. خلاص وببدأ يعني انا بنطق التورتايه كده بالوان مبهجه يعني وبتدي شكل حلو. انت بقى وذوقك بقى، حابه انت ما تعمليش ديت تستغني عنها، هي التورتايه جميله اساسا. حابه ان انت مثلا تعملي برضو وردات صغيره خالص رفيعه من فوق في الداير اللي فوق، برضو ده امر يرجع لك، دي اذواق. احنا بندوا بس بنقروا مع بعض افكار بعض. اهو انا شايفه الجمال اهو، شايفه شكلها حلو ازاي، جميله 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 رقيقه خالص. وبدات بقى اخد نقط صغيره قوي برضو انطق اللون البرتقاني الفاتح اللي تحت ده زي ما احنا شايفين، حاجات بسيطه خالص بنطق كده التورتيه من تحت. فظيعه فظيعه وقمر. ومعايا بقى الكريسبي كده، نقيت لون يكون مناسب. انا بجيبه كده بالبطرمان اللي احنا شايفينه ده، العبوه دي كلها على بعضها. في منها سما وفي منها انواع كتير يعني. ببدأ بقى ان انا انطوره كده على التورتايه. متهيألي حاسه ان هو بقى شكله شيك، صح؟ حاسه ان هو كده يعني عطر التورتايه شياكه شويه في نفسها وفتحها شويه كده، تحس ان في حاجه كده قدام الاولاد كده، ضوء كده منور لولي، ان هم زي كريستال كده اللي هم بيقروا القرآن الكريم. اللهم بارك يا جماعه، تحفه وجميله. وتنسونيش بقى في لايك حلو، يعني اكيد مش هتستخسروا فيا لايك حلو. كل اللي يشوفني النهارده لايك وشير بقى واشتراك في القناه، عشان انا متشرفه جدا بوجودكم في قناتي واشتراككم في قناتي، وفوق دماغي اشتراككم. انا نجوى ودي قناتي، ولو عجبك الفيديو النهارده ما تنسيش في لايك وشير واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.